لو فاكر ان مثلث برمودا اخطر مكان على كوكب الارض، احب اقول لك لا، اللي جاي اغرب واخطر بكتير. هناخد جوله من اليابان لامريكا اللاتينيه، وهنروح من وسط الغابات لقلب الصحراء، وهقول لك على اماكن العلماء نفسهم احتاروا في تفسيرها. مزرعه سكين ووكر واحده من اغرب واخطر الاماكن على كوكب الارض. مزرعه مساحتها 200 فدان، موجوده بين تلال واراضي مهجوره. المزرعه في الاول كان اسمها مزرعه تشيرمان، واتسمت باسم سكين ووكر بناء على الكائن الاسطوري الموجود في الحضاره الامريكيه الاصليه. القصه بدات سنه 1994 لما اشترى المزرعه راجل اسمه تيري تشيرمان عشان يعيش فيها حياه بسيطه هو ومراته. بس المشاكل بدات تحصل له من اول اسبوع. لقوا ذئب ضخم جدا وحجمه مش طبيعي وشكله كمان مش طبيعي، وما بيخافش من الرصاص. الذئب ده هجم على طفل، تيري اضطر يضربه اكتر من 3 رصاصات بدون اي تاثير، وفي الاخر الذئب مشي لوحده. بس هنا بدات الحكايه، بداوا يشوفوا اضواء طايره في السماء، اوقات بتنزل الارض واوقات تانية بتختفي في السماء. كل فتره يلاقوا بقره من البقر بتاعهم مقتوله وفيها قطع جراحي دقيق جدا، والاعضاء الداخليه من البقره مفقوده كلها، ومفيش اي اثر لحيوان مفترس. وعلى حد قولهم ابتدت تظهر مخلوقات غريبه لونها اسود وعينيها لونها احمر، غير الاصوات الكتير اللي بيسمعوها في المكان. سنة 1996 تيري اضطر يبيع المزرعة، واللي اشتراها منه كان راجل بيشتغل مع وكالة ناسا في التحقيق في الظواهر الغريبة. الراجل شكل فريق وسماه NIDS، وكانت مهمتهم التحقيق في المنطقة دي، والنتائج اللي طلعوها كانت صدمة كبيرة. موجات كهرومغناطيسية كتير موجودة في المنطقة مش مفهومة خالص، غير ان الكاميرات بتاعتهم كانت بتفصل بشكل مفاجئ، وخصوصا لما الظواهر دي بتبدأ تحصل. وفي الاخر مشوا من المنطقة من غير ما يوصلوا لأي تفسير. سنة 2007 وزارة الدفاع الأمريكية عملت مشروع اسمه Advanced Aerospace Threat Identification Program، وكانوا وظيفتهم التحقيق في الظواهر الغريبة اللي منها المنطقة دي، والأبحاث حوالين المنطقة دي ما زالت شغالة لحد وقتنا هذا. في ناس فسرت اللي بيحصل ده ان المنطقة دي منطقة ملعونة، وفي ناس تانية ربطتها بكائن سكين ووكر الموجود في الثقافة الأمريكية الأصلية ومربوط بالسحر الأسود، وفي ناس تانية قالت ان دي بوابة لعالم تاني. بس في الاخر محدش قدر يوصل لاي تفسير عن اللي بيحصل في المنطقة دي، بس المؤكد ان اللي بيحصل في المنطقة دي شيء خارق للطبيعة. غابة اوكاجيهارا موجودة في اليابان على سفح جبل فوجي، معروفة عند اليابانيين باسم غابة الانتحار. زي ما هي مليانة بالشجر مليانة بالصمت، وكأنها بتمتص الصوت اللي موجود فيها لدرجة ان مفيش اي صوت لحيوانات او طيور. ناس كتير دخلت الغابة دي وما خرجتش منها تاني، لدرجة ان الحكومة اليابانية حطت يوفط تحذيرية في كل مداخل الغابة بتحذر الناس من الدخول ليها. ناس كتير وهم داخلين الغابة كانوا بيرموا خيوط عشان يعرفوا يرجعوا تاني، بس اغلب اللي بيدخل الغابة دي كان بيموت، والشرطة كانت دايما بتلاقي اللي بيموت في الغابة في اعمق نقطة فيها. الاهالي بيقولوا ان المكان ده مسكون، بس العلماء كان ليهم رأي تاني. العلماء قالوا ان اللي بيحصل في المكان ده بسبب الصمت الشديد اللي موجود فيه، والصمت ده كان نتيجة ان الصخور اللي موجودة في الغابة ناتجة عن الحمم البركانية اللي موجودة، فبتمتص الصوت تماما، وانعدام الصوت ده بيؤدي لهلوسة، والهلوسة هي السبب الأساسي لموت واختفاء الناس في الغابة. ممر دياتلوف، القصة دي مش قصة أسطورية، دي قصة حصلت وموثقة 100%. سنة 1959 9 شباب طلعوا رحلة تسلق جبال الأورل، وبعدها اختفوا تماما. وبعد أيام فريق الإنقاذ لقى الخيم بتاعتهم متقطعة كلها، بس التقطيع ده كان من الداخل، ومعناها إن هم كانوا بيهربوا من حاجة. وبعد كده لقوا جثثهم في مساحات واسعة متقطعة ومتكسر عظمهم كله. الحكومة قالت إن اللي حصل ده كان بسبب انهيار جليدي، بس العلماء كان ليهم رأي تاني وما كانوش مقتنعين بالتفسير ده. وسنة 2014 اتشكل فريق بحث حط ميكروفونات تحت الجليد في المنطقة، ولقوا ذبذبات غريبة أقل من التردد البشري ونبضات، وكأن في آلة موجودة في المنطقة دي. المنطقة تعتبر منطقة سوداء على جبال الأورل، بس الحكومة بتعتبر إن اللي بيحصل فيها أمور طبيعية، والعلماء مش مقتنعين بالكلام ده، والسكان المحليين بيقولوا إن اللي بيحصل في المنطقة دي شيء مش طبيعي ووراه حاجة خارقة للطبيعة. استنونا الجزء التاني، هنحكي لكم عن أماكن أخطر وأغرب وفيها غموض أكتر. سلام.